يا ترى ليه البنت المختلفة بالذات ملف الظهور عندها بيبقى تقيل؟ فلما بتيجي تحاول تعمل أي خطوة فيها ظهور بشخصيتها الحقيقية بتقابل تحديات كتير نفسية أكتر. خليني أقول لكم الأول يعني إيه بنت مختلفة. بنت مختلفة هي البنت اللي عندها جانب في شخصيتها مختلف شوية عن البيئة اللي هي موجودة فيها، وده كان بيخليها لما بتحاول تظهر الجانب ده منها هي في الغالب اتعرضت كتير لانتقاد، اعتراض، تريقة، استهزاء، استخفاف. إيه انه هي بتعمل كده ليه؟ ايه اللي هي بتعمله ده؟ المفروض تغيره، المفروض ما تبقاش كده. في ألم وصل لها في كل مرة كانت بتظهر الجانب المختلف ده من شخصيتها. النهارده هي لما كبرت وبدأت تعمل خطوات بتعبر فيها عن الجانب المختلف ده جواها، بتطلع صوتها الحقيقي فيه، بتعبر فيها في براند شبهها، في البيزنس بتاعها، في الفيديوهات هي بتصورها بالجانب ده منها بالذات، بيبدأ يظهر ملف الظهور عندها. بيبدأ يحصل فيه تحديات، تحس ان جسمها بيوجعها مع كل خطوة، تحس ان هي شوية عايزة تلف وترجع بسرعة، هي عايزة تستخبى، مش قادرة تظهر قوي، مش قادرة تصور فيديوهات بشخصيتها وصوتها الحقيقي. بتحس ان شخصيتها اللي هي عارفاها عن نفسها حاجة، بس اول ما بتصور فيديو بتحس ان في شخصية تانية هي اللي طلعت منها. ليه؟ عشان الشخصية المختلفة اللي هي عارفاها عن نفسها لما بتيجي قدام الكاميرا بيطلع جواها المشاعر اللي هي حستها لما كانت بتظهر الشخصية دي وهي صغيرة. فبتحتاج انها تتعلم ازاي تظهر النهارده بشخصيتها الحقيقيه اللي هي مختلفه وتعرضت لانتقادات او رفض، ولكن بمساحه امان. اللي بيحصل ان البنت بتحدف نفسها للخطوه، يا اما بتبعد عنها خالص، وده بيخليها يا اما بتظهر مره او فجاه وكتير ورا بعض وترجع تستخبى تاني، يا اما ما بتظهرش خالص. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنبدا نشتغل على فايل الظهور عندها، الجزء المختلف اللي في شخصيتها، ان هي ترجع تقبله وتسمعه وتشوفه وتضمه ليها تاني. وبناخد خطوات حقيقيه تخليها تعرف تظهر في شغلها وفي البراند بتاعها، او حتى بتعبر عن صوتها في بوستاتها، في المحتوى بتاعها، في الفيديوهات بتاعتها بصوتها الحقيقي، ولكن وهي حاسه انها مطمنه، مش وان هي هتتعرض لهجوم او ان هي رايحه تقابل الوحش.